إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله لنا بالغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزي خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته وأمته. أما بعد أيها الفضلاء، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمه الله جل وعلا: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. قول الناظم هنا لكن ابتداء أيها الفضلاء كنت لا أتذكر يعني هل بينت لكم الفرق ما بين التدليس أو تدليس التسوية على وجه الخصوص وبين المرسل الخفي أم لا؟ فإن كنا بيناه فلله الحمد، وإن لم يكن نبينه إن شاء الله الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي عند أهل العلم أو عند المحدثين يعني. إذا بين يكون خير. نعم أحسنت، لم يبين. طيب نحن تكلمنا عن التدليس أيها الفضلاء وقلنا أن الأصل في التدليس أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه مهما سماعه منه. هذا هو الأصل في التدليس كما بينا. طيب ما هو الفرق بينه وبين المرسل الخفي وما بينه ثم ما بين المرسل الخفي وما بين المرسل؟ الحديث المدلس هو الذي قام راويه بما قدمنا، أن يسمع أو أن يروي حديثا عمن لقيه وسمع منه. طبعا لقي وسمع منه بعض الأحاديث، لكنه يروي عنه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم أنه سمعه منه. إلى هذا الحد أو إلى هذا المعنى قد يعني بيناه سالفا. طيب ما هو المرسل الخفي؟ المرسل الخفي أن يضيف الراوي إلى من عاصره، يعني يروي الراوي عمن عاصره هو في نفس العصر، في نفس العصر، لكنه لم يلقه ولم يسمع منه، لكنه لم يلقه أبدا ولم يسمع منه. يروي عنه حديثا بلفظ موهم للسماع، بلفظ موهم للسماع. خدت بالك الفرق ما بين الحديث المدلس وما بين الحديث المرسل الخفي؟ قلنا أن الفرق في من زي ما حدده الإمام ابن حجر رحمه الله جل وعلا كما سنذكره في آخر هذه المقال. يبقى المدلس يجي الراوي هو سمع من شيخه بعض الأحاديث ثم يروي أحاديثا لم يسمعها من شيخه على أنه سمعها منه. إنما الحديث المرسل هو يكون معاصر الشيخ وفي زمنه، وبعدين يروي أحاديث عنه، لكن ثبت عند الأفزاز من أهل العلم أنه لم يلقه ولم يسمع منه، لكن لما عاصره صار من المرسل الخفي، لأنه لا بد من وجود ما هو واسطة بينه وبين شيخه، لكنه أبى أن يذكره. طالما ما ذكرهاش يبقى في علة هتكون في الحديث أو علة في من لم يذكره. وبعض المشايخ مثلا يعني من حبه لطلب العلوم يسمع مثلا من شيخه يكون ما سمعش من المعاصر له، فيجي بعض تلامذته تلامذة الشيخ الذين يعني عاصره هذا الراوي فيعطونه أحاديث، فبدل أن يذكر هذه الأحاديث عنهم عن شيخهم
يذكر هذه الأحاديث مباشرة عن شيخه باعتبار أنه كان معاصرا له. تمام. هو نعم، أحسنت، لكن هو المقصود إيه؟ أنه عاصره فقط؟ لا، ما تكتفيش بهذا، لكن ثبت أنه لم يلقه ولم يسمعه. ثبت أنه لم يلقه ولم يسمعه، وإلا لو كان معاصرا له لكن ثبتت له اللقيا أو السماع، وفي هذا الحديث لم يكن سماعا منه أو لشيخه، فهذا الذي يطلق عليه التدليس. قال العلاء في جمع التحصيل على هذا النوع من المرسل الخفي، يعني بأنه نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث، وأكثرها فائدة وأعمقها مسلكا، ولم يتكلم فيه بالبيان إلا حذاق الأئمة الكبار. إلا حذاق ليه؟ حذاق الأئمة الكبار. ويدرك، يعني هذا العلم لا يدرك، أو هذا العلم المنضبط ومعرفة أن هناك شيء خفي بين الراوي وبين شيخه، لا يدرك إلا بالاتساع في الرواية. يكون صاحب هذا العلم أو هذا العلم من حذاق هذا الفن، عنده اتساع في الرواية، اتساع في الرواية، وجمع طرق الحديث مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق. الإدراك الإيه؟ الدقيق. طب إيه هو الفرق ما بين المرسل الخفي وما بين المرسل وما بين الحديث المرسل؟ المرسل احنا قلنا هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وبعض أهل العلم قلنا أنه هو قيده بالتابعي الكبير. ده المرسل. يبقى فرق ما بين المرسل وما بين المرسل الخفي وما بين التدليس. طبعا في باب كبير يعني في المسألة، ازاي نعرف هذا الإرسال الخفي. للعلماء فيه كلام، لكنه لم يذكر، لم نريد التوسع فيه على قدر ما هو مطلوب في هذه الدراسة أو هذه الدراسة المباركة. نسأل الله جل أن يبارك فيكم جميعا. الحافظ ابن حجر قال يعني كلمة تضبط أو تضبط بهذه المسألة. قال: الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، وهو المرسل الخفي. وقال معترضا على من سواهما في التعريف، يعني ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة لزمه إدخاله المرسل الخفي فيه، والصواب التفريق بينهما. وضحت هذه المسألة أيها الفضلاء؟ يعني هذا على سبيل التعجيل. يعني نرجع للمقصود من البيان لكلام الناظم رحمه الله جل وعلا. قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. فالفرد لغة يعني تعرفون أن الفرد هو الوتر، هو المنفرد إلى غير ذلك مما هو معروف. أما اصطلاحا ما تفرد به راويه، ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد، لأن هو هنا ذكر 3 أوجه من وجوه التفرد، فلذلك كان بأي وجه من وجوه التفرد من تتمة التعريف، التعريف أو الحد المانع الجامع من وجوه التفرد، فهو أعم من الغريب. أعم من الايه؟ من الغريب. قل فيه أملة في الغريب. إلى قسمين: الفرد المطلق وهو ما تفرد به راويه عن جميع راويه أحد غيره، ده الفرد المطلق، ويكون تفرده في طرف الإسناد أي في التابعي الذي يروي عن الصحابي. فرد الايه؟ المطلق. يبقى روى هذا الحديث رجل فرد. طيب الغالب على هذه الافراد يا اخواني الفضلاء، الغالب حكما ايه؟ الغالب ان هي بتكون ضعيفه. يعني لما يكون الشيخ
مثلا، وخاصة لما يكون هذا المنفرد من طبقة أتباع الأتباع مثلا، فيكون الشيخ مثلا ليه 500 طالب، وبعدين يجي طالب منهم يروح جايب لي رواية خالص محدودة المعنى أو زائدة المعنى، انفرد بها عن سائر تلاميذ الشيخ. فيبقى المفترض أنه جاء بغريب لم يرد عن الشيخ من مثلا 499 واحد جابوا الحديث بصيغة معينة، ثم جاء هذا فغير أو أورد شيئا لم يرد إلا عنه. فلذلك غلب جانب التضعيف على الحديث أو أحاديث الأفراد، على أحاديث الأفراد، لا سيما إذا كان الانفراد كما ذكرت لكم بعد القرون المفضلة. يعني لو كان في أتباع الأتباع فهذا سيكون فيه التغليب في التضعيف، بخلاف لما يكون في العصر الأول مثلا عصر الصحابة، فهذا يكون فيه تغليب التصحيح، لأن الفرضية هنا تقل في جانب الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا وجد مقتضاها، إذا وجدت الفردية وجد مقتضاها. أما في عصر التابعين لما انتشر بعض الشيء العلم يعني، ثم عصر تابع التابعين، فهذا الذي كثرت فيه الفردية، فلذلك غلب استعمال التضعيف على الأفراد. فلذلك أيها الفضلاء قلنا أن الغالب فيه التضعيف، لكن فيه تضعيف خاص بالثقة، غزي انفراد خاص بالثقة، نعم، وهذا ما أورده، قال ما قيدته بثقة. طب لما يكون المقيد فيه الإفراد على الثقة يكون الحكم بالتصحيح في الغالب. وده لنا مثل موجود في أول البخاري، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فاللي رواه بعد سيدنا يحيى بن سعيد كثير، من جملة 300 وعدد من الأنفس رواه عن سيدنا يحيى بن سعيد الأنصار. لكن قبل كده كل طبقات الثلاثة فيها إفراد في ثلاث طبقات، ومع ذلك فهو صحيح لأنه انفراد من ثقة، انفراد من ثقة في أصل الإسناد، في موضع الطبقات التي قلنا أن الغرابة تقل فيها، وإن وجدت فمقتضاها موجود وعلتها موجود. يبقى الفرد المطلق هو ما تفرد به راويه عن جميع الرواه لم يروه أحد غيره، ويكون تفرده في طرف الإسناد أي في التابعي الذي يروي. نعم أحسن، نعم الرواة كلهم ثقات، نعم. في التابعي الذي يروي عن الصحابة. واعلم أيها الحبيب أن الفرد قد يكون صحيحا كما قلنا في الطبقات الأولى من القرون المفضلة، وقد يكون هو الغالب أن يكون مضاعفا كما قلت أنا أكثر استخدام، حتى أن بعض العلم استخدمها هذه مجرد أن يقول هذا الحديث انفرد به فلان عن فلان، فهذا دليل على أن منهاجه فيه التضعيف مباشرة، لأنه كما قلت في الطبقات الدنيا. الفرد النسبي هذا هو الفرد المطلق. الفرد النسبي أو المقيد هو مكانة الغرابة أو التفرد في أثناء سنده إلى جهة خاص. يعني زي يكون مثلا روى عن أهل بلد معين، عن أهل بلد معين، فروى راو عن أهل الشام، يبقى دي مقيد بجمع يعني رواه عن جمع، وهذا الحديث لا يعرف إلا بينهم، كان يكون أهل بلدة أو أهل قرية أو أهل قبيلة أو أهل جهة من هذه النواحي المعروفة. فهذا انفرد به عن أهل الشام أو انفرد به عن أهل العراق، فهو نسبي بالنسبة لمين؟ لأهل الشام أو لأهل العراق. طيب قلنا المثال إيه؟ ما رواه مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. سيدنا الحاكم بيعلق على هذا الحديث يقول تفرد أهل المدينة بهذه السنة. هذه تفردات عن بلد وعن جمع، فتفرد
أهل المدينة بهذه السنة اللي هي الصلاة على سيدنا سعيد ابن البيضاء في المسجد. نقصد نسق الصلاة نفسها، صلاة الجنازة يعني. وإما أن يكون مقيدا براو، اللي هو إيه، على روايته وقصرا على روايته مخصوص، أي أن يقال لم يروه عن فلان إلا فلان، عن فلان إلا فلان. كحديث سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم يعني إيه؟ يعني عامل طعام الوليمة للعرس على صفية اللي هي أم المؤمنين بسويق وتمر. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال لم يروه عن بكر إلا وائل، فلم يروه عن وائل غير ابن عيينة. لم يروه عن إيه؟ عن وائل غير ابن غير ابن عيينة. لذلك هنا تنبيه أيها الفضلاء لابد أن ينبه إليه، وهو ما الفرق بين الغريب والفرد، أو نقول أن هناك تقارب كبير بينهما. لذلك حدث فيه اختلاف كثير بين المحدثين رحمهم الله جل وعلا. نعم. يكون في كل طبقة، لأنه الغريب هيكون ممكن في طبقة واحدة. أحسنت. لكن الفرد دايما بيبقى فيه عدد من الطبقات. ده في الأصل أنه لا يروي فلان إن عن فلان، وهو المقصود بالغرابة هنا، يعني غرابة في السند. وأن يرويه فلان لم يروي فلان إلا عن فلان، ولم نعرفه إلا من طريق فلان عن فلان، فلا يعرف الحديث إلا من هذا الطريق وإلا من طريق واحد. طبعا نرجع للمسألة التي تكلمنا فيها بين الغريب والفرد تقارب كثير، حتى أن المحدثين رحمهم الله جل وعلا اختلفوا فيهما، هل هما نوع واحد أو نوعان مفترقان. حقق شيخنا الشيخ نور الدين عاطر رحمه الله جل وعلا، قال والأولى جعلهما نوعين لما عرفت من عدم دخول بعض الأفراد في الحديث الغريب، مثل أفراد البلدان وأفراد القبائل، وده طبعا من عموميات الأحاديث المنفرد. نعم، الغريب ما رواه راو واحد ولو في طبقة واحدة. يعني عشان نفرق ما بين الغريب وبين الفرد، أنه ولو في طبقة واحدة. من مظان الحديث الفرد أيها الفضلاء السنن، كتب السنن، لأن بتأتي بالسنن الواردة من أحاديث وردت عنه صلى الله عليه وسلم، فربما تنفرد قبيلة بسنة رووها أو بلد أو غير ذلك. وأيضا ألف الدرقطني فيها كتابه الأفراد، وألف محمد بن طاهر المقدسي أطراف الغرائب والأفراد. طيب، انتقل الناظم رحمه الله جل وعلا بعد ذلك إلى قوله وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. يعني يتحدث هنا عن أجل علوم الحديث، وهي العلة التي تقدح في سلامة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. ودي يعني من الأبواب الخطيرة والعلوم الكبيرة التي لا يقف عليها إلا أفذاذ القول، يعرف العلة في الحديث حينما يسمع. وذلك كان علما موسعا، فتجد كثير من أهل العلم الفضلاء أو الأفذاذ قد ألفوا في هذا الأمر تأليفا كبيرا. فأي حديث كان القدح فيه بسبب علة غامضة أو إرسال خفي، الإرسال الخفي بيدخل في معنى العلة الخفية أو العلة الغامضة.
فإن هذا الحديث إذا وجد فيه هذا المعنى من علة توضح أن الحديث ضعيف مع أن الظاهر أنه صحيح. يعني لو أنت جبت مساق السند وجيت اختبرت السند تلاقي كل الرواة ثقات. مين من هؤلاء الأفزاز اللي يصل يقول لك لا ده هو هنا الشيخ هذا الشيخ سوى في هذا الإسناد. سوى يعني إيه؟ يعني أسقط شيخا ضعيفا بين ثقتين كما قدمنا. أي نعم طبعا، لا يعرفه إلا من له باع في العلم، ليس أي علم، لا علم الرجال والطبقات والرواة والمواليد والوفيات يعني عالم كبير محدث كبير. لابد أن يكون له باع طويل في الرواية والدراية والاستيعاب. هذا هو الذي يمكنه الاطلاع. ولذلك تجد أن مثلا بعض العلل تعدي على أبو حاتم الرازي، لكن مثلا يعني يلتقطها الدارقطني، أو تعدي مثلا على يحيى بن معين يلتقطها ابن أبي حاتم. عنده دراية في أهل بلد معين كان أعلى فيها كعبا من يحيى بن معين مثلا. وإن كان يعني العلمين الجليلين ما يعني من جهابذة أهل العلم، لكن نقول أن هذه العلة يعني لها مؤلفات كثر، وعندها وقف كل من ادعى أنه عالم بالحديث لا يستطيع أن يصل إلى شأو هؤلاء العلماء الفضلاء الأذكياء الجهابذة. فالمعلل أيها الفضلاء اشتهر بين العلماء بتسميته هكذا، لكن قواعد اللغة بتقتضي أن يكون الحديث المعل. لكن يعني الظاهر أن العلماء لهم مصطلحات يعني تناولوها فيما بينهم فصارت علما على هذا العلم. فالعلة أو الحديث المعلل هو ما يلهي ويشغل فيكون من الفعل علل. لكن اصطلاح أهل الحديث وما وقع في عبارة كثير من المحدثين تسميته بالمعلول، حديث الايه المعلول. يعني إذا رأيت الرجل قال المعلل أو المعلل أو المعلول مؤدها واحد، أن في الحديث علة قادحة، أن في الحديث علة قادحة في صحة هذا الحديث. يبقى الحديث المعل أو ما هي العلة اصطلاحا الحديث الذي ظاهره السلامة مع أن فيه علة خفية تقدح في صحته في صحته. قال القسطلاني في مقدمة شرح صحيح البخاري هذا أغمض أنواع علوم الإيه؟ هذا أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. لا يقوم به إلا ذو فهم ثاقب وحفظ واسع ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، كالصيرفي الذي يتعامل في الذهب والفضة في نقد الدينار والدرهم. ولذلك بين الحديث يكون ظاهره السلامة لكنه معد إما بعلة خفية كالإرسال للموصول والوصل للمرسل والوقف المرفوع. هذا كلام يقتضيه لو يعني حد له اطلاع على سنن الدارقطني يجد أن هذا كثير جدا نقول وصحيح الوصل وصحيح الإرسال وإلى غير ذلك. فحتة العلة هذه أو الحديث المعلول لا يفطن إليها. وقد الكلمة دي هذه اللي تقف عنده يقول وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على الدعوات. يعني مجرد الرجل من كثر تبحره من كثرة تبحره في هذا الحديث أول ما يسمع الحديث يقول لك لا هذا الحديث في قلبي منه شيء. طب ايه هو الشيء؟ ما هوش عارف يعبر، ما هوش عارف يقول لك هو إيه. لكن الحديث بوضعه دي لا هو في حاجه مش مظبوطه. ايه الحاجه دي؟ قد يصل اليها المعلل وقد لا يصل اليها، لكنه ينكر. يقول هذا الحديث على نقاوه اسناده الا ان في القلب منه شيء.
واخدين بالكم؟ قصص في المحدثين مع بعضهم البعض مشهورة بهذا المنوال، حتى أن أحدهم عرض على أبي حاتم حديث، فكان يقول في أحدها منكر والآخر صحيح والآخر فيه ضعف والآخر فيه كذا، ولما رجع إلى أبو زرع الرازي فقال نفس الكلام إلا بعض ما تشابه من عبارات يذكرها هذا بلفظ وهذا بلفظ، لكن مؤدى العبارتين واحد. فيعني تعجب من هذا، قال نحن كالصيارفة. يعني ايه هم الصيارفة؟ اللي هم جماعة بتوع الذهب، يعرف الذهب المغشوش من الذهب الايه السليم بمجرد النظر اليه. اول ما يبص للذهب يعرف اذا كان ده صحيح او يعرف ان ده مغشوش مش مظبوط. فبناء على هذا ايضا نظرة هذا المتبحر والمحدث الكبير والحافظ والامام وامير المؤمنين نظرتهم مختلفة عن نظرة اهل الحديث. فعندما ما يسمع الحديث يقول هذا ليس من طريق فلان، يعني حتى مجرد الطرق، حتى مجرد الطرق يقول لك لا ليس هذا من حديث الزبير. امال ده من حديث، يقول لك لا ده حديث من حديث فلان. هذا من حديث هشام وليس من حديث الزبير. هذا من حديث الحسن البصري وليس من حديث حسن البصري وليس من حديث سعيد بن المسيب. فأعطاهم الله عز وجل فراسة، أي نعم أحسنت أبو عبد الرحمن، فراسة قوية في هذا المجال. لأن منامهم واستيقاظهم وحركتهم وسكونهم كل ذلك لم يكن إلا في دراسة الحديث، ومنذ أن كانوا في نعومة أظفارهم وهم يبحثون في الحديث وعلله وحفظ رواياته والتبحر. ما تعرض على إمام من الأئمة حديثا بمجرد ما استوعبه من ذاكرته يعلم لك حدود هذا الحديث. لكن نحن نبحث في كتب شتى ثم نفقد بعض الطرق بعد بحثنا المطول. هذه الطرق وهذه الكتب كانت في رأسه، يعني كما يقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الرجل قد أعطاه الله عز وجل ملكا، كأن الله عز وجل وضع بين عينيه كتب السنة ينتزع منها ما شاء. فلذلك كانت هذه يعني من صوت انقطع. طيب أعتقد انقطع عند كلامنا على الشيخ الإسلام ابن تيمية. قلنا يا أيها الفضلاء أنه كانت أعطاه الله عز وجل هذه الفراسة، بحيث أنه كان ينتزع من كتب السنة ما شاء. من بالكم؟ لذلك الحافظ بن حجر برضه يعني يقرر هذا المبدأ، يقرره كثير من العلماء. يقول وهذا نوع من أغمض أنواع الحديث لأنه لا يطلع عليه إلا أهل العلم النقاد الذين يبحثون الأحاديث بأسانيدها ومتونها. هو شغال على دراسة المتن من حيث موافقة للشريعة من عدمه، ودراسة الإسناد أيضا من حيث ثقة الرواة أو ضعفهم أو ضبطهم أو غير ذلك. فتكون هناك علل مؤثرة وعلل غير مؤثرة. لما يكون في علة مؤثرة هذه الذي أنيط بها هذا الكلام وخص بها هذا الحكم. أما العلة الغير مؤثرة يعني كحديث مثلا سيدنا جابر واختلافه في الروايات المختلفة، مثلا باع ب40 أربعة أوقية ولا غيرها أو 12 أو غير ذلك من الخلافات أو الاختلافات، فهذا لا يضر، هذا لا يضر في الحديث. فلذلك قصدنا العلة العلة القادحة. قلنا أن إذا سوى تدليس التسوية هذا من العلل الخفية، نعم من العلل الخفية التي تخفى. لو أنه سمى شيخه كما قلنا تدليس الشيوخ بغير ما هو له، هذه من العلل الخفية التي قد تنقل الحديث من الضعف إلى القوة أو من القوة إلى الضعف. فلذلك هذه أيضا من العلل الخفية. أسأل الله جل أن يحفظكم بحفظه. طيب ما هو الطريقة التي يمكن بها معرفة الحديث المعان؟ من أول هذه المبادئ أن يقوم الباحث في جمع طرق الحديث جميعها، جمع طرق الحديث كلها.
يجمع طرق الحديث في كل كتاب، وبعد النظر بعد النظر في اختلافات الرواة وفي الألفاظ يستطيع أن يصل إلى علة الحديث، حتى لو كانت لفظة، حتى لو كانت لفظة. يعني مثلا وأنا بأجمع المسند بتاع سيدنا الإمام أحمد بن منيع، وقفت عند لفظ حديث معين: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. لكن انتابني يعني بعض الشعور جاءت لفظة الهادية المهدية، كانت هذه زيادة في اللفظ، فيعني أوجزت من هذه اللفظة، فبحثت في جميع رواتها فوجدت أن هذه اللفظة من زيادات أحد الرجال الشيعة، وكأنه انقدح في ذهني أن هذه الزيادة لنسبة الهداية إلى الأئمة المنصوص عليها في نفسي. يعني أول ما سمعت هذا اللفظ بدأ ينتابني شعور كده في هذه الزيادة يعني. فبدأت أبحث في طرق الحديث حتى وصلت أن هذه الرواية ليست إلا من الأعرابي، وهذا الأعرابي اتهم بالتشيع. فقلت في نفسي منها شيء، لكن لعل ما أوقفنا الله عز وجل عليه من بيان شأن هذا الراوي ما عضد ما ارتبنا فيه، ولله الحمد والمنه. والمقصود أيها الفضلاء يعني أن جمع الروايات الحديث واستيعاب النظر فيها، هذا يؤدي إلى ملكة قوية، ثم دراية أعلى بالرواة، ثم بعد ذلك موازنة الرواة وضبطهم وإتقانهم، ثم بعد ذلك الحكم على الرواية المخالفة في اللفظ إن كان هناك خلاف، أو زيادة في اللفظ إن كان هناك زيادة، أو نقص في اللفظ إن كان هناك نقص، ثم بيان ما هذا ما حكم هذه الزيادة، وما حكم هذه الرواية المختلفة المعنى، وإلى غير ذلك من هذه الأمور التي تنقدح في ذهن الباحث في سند هذه الأحاديث. طيب ذكروا مثال المعلل في السند، وهو الغالب في الحديث المعلل في حديث يعلى ابن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار. الحديث الأسناد هنا متصل بنقل عدل عن مثله، وهو معل غير صحيح. أما المتن فهو صحيح، المتن هو صحيح، لكن العلة هنا في الرواية دي، في الطريق ده. ليه؟ لأنه قوله عن عمرو بن دينار، وده بيحصل في بعض الروايات دي بالذات. يعني عمرو بن دينار لازم الإنسان يبحث عن رواياته أو يجمع طرق الحديث كلها، هتلاقي كلها مثلا الروايات كلها أجمعت على أن الراوي هنا هو عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار عن ابن عمر. ليه؟ لأن الأئمة من أصحاب سفيان رضوان الله عليهم جميعا رووه بهذا عن عبد الله بن دينار. مين اللي وهم ونقلوا عن عمرو بن دينار يعني وهم في الاسم؟ هو يعلى ابن عبيد الراوي السابق على سفيان الثوري، أو الراوي عن سفيان الثوري رحم الله الجميع. لكن لما كانت يعني لما كان المسألة انتقلت من ثقة لثقة، يعني إلى حد ما لم يضر في أصل الحديث، لأن عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار كلاهما ثقتان. وأيضا أوردوا من الأحاديث المعلة الحديث البسملة وقراءتها في الصلاة الذي انفرد به مسلم في الصحيح، من رواية الوليد بن مسلم قال: حدثنا أوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فكانوا يسبحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول ولا في آخرها. ثم رواه من رواية الوليد عن الأوزاعي أخبرنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. وروى مالك في الموطأ عن حميد عن أنس قال: صليت أبو بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد فيه الوليد بن مسلم عن مالك: صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تكلم السيوطي رحمه الله في التدريب، طبعا لأن الإمام السيوطي من أنصار الجهر في هذه المسألة،
ولخص المسألة في 9 علل، 9 علل في الحديث، اللي هي المخالفة من الحفاظ والأكثرين كما قال الشافعي. الإمام الشافعي ممن يعني أصل هذا الأمر، الانقطاع بين الأوزاعي وقتادة، تدليس التسوية من الوليد. طبعا احنا قدمنا الكلام على الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد في تدليس التسوية أو تدليس الشيوخ الخاص ببقية بن الوليد، وذكر العلل المقصودة بهذا الحديث. لكن يرجع الخلاف في مسألة الإصرار والجهر في البسملة إلى أصله. يرجع الخلاف في البسملة في من حيث الإصرار وجهر، لأن هذا الحديث لم تذكر البسملة قراءة، لكن هناك ذكرت الأحاديث البسملة سرا، وهذا هو المعول عليه عند أهل العلم. وطبعا الخلاف في البسملة له أمور كثيرة جدا لضيق المقام لا نستطيع أن نذكرها في هذا البحث يعني المراد فيه التقليد. طيب، ما هي أشهر المصنفات في الحديث المعلل؟ كتاب العلل لابن المديني رحمه الله، كتاب الحديث علل الحديث لابن أبي حاتم، والعلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل، العلل الكبير والعلل الصغير للترمذي، من العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني. ويعتبر هذا الكتاب من أجمع الكتب، لأنه كما قلت يتكلم عن العلل الواردة في الإسناد والمتن وغير ذلك. وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا